ازيكم يا جماعه؟ معاكم ألفة تيتي. قررت اعمل حاجه مهمه جدا في حياتي وحبيت اشاركها معاكم، اسمها نوتة الاحباب. من فتره قريبه جدا توفى حد من العيله كان عزيز على قلبي جدا، عمو ماجد الله يرحمه. هو اللي كان بيفسحنا بيخرجنا بيعمل لنا كل حاجه حلوه لكل العيله، محدش فاكر له غير كل خير، كل العيله بتحبه جدا. الله يرحمه يا رب. اقروا لي الفاتحه ودعوا. سألت نفسي، هل أنا كنت بسأل عليه؟ هل أنا كنت بوده كفاية؟ هل أنا قصرت معاه؟ طبعا في الحقيقة أيوة. حتى أقرب الناس ليه برضو زعلانين إن هم قصروا معايا، ودي طبيعة الحياة، إن الإنسان بينشغل جدا في حياته. أي حاجة في الدنيا بتشغل الواحد عن أقرب الناس ليه، وبجد يعني الواحد ما بيحسش بقيمة ده غير لما الشخص يروح فيقول هو انا ليه ما سالتش عليه، هو انا ليه ما اتصلتش بيه. طبعا غير صله الرحم اللي هي حاجه كبيره جدا في ديننا، فانا فكرت اعمل فكره بسيطه جدا في حياتي وحبيت اشاركها معاكم، اللي هي نوتة الاحباب دي. نوتة الاحباب دي انا هكتب كل الناس المهمه في حياتي، كل الناس اللي انا اولا صله رحم وهتحاسب عليهم وربنا هيديني ثواب كبير قوي لو كلمتهم، وبرده الناس الكبيره في السن في العيله علشان اودهم وابرهم ويحسوا باهميتهم في حياتنا، لان هم كانوا بيحطونا في المقام الاول في حياتهم قبل كده. طبعا بداية من الأب والأم، أنا طبعا بأثر مع ماما جدا وبأثر مع والدي برضو، فأنا قررت أكتب في النوتة دي كل الناس المهمة. كل يوم أكلم مثلا والدي ووالدتي، وبعد والدي ووالدتي إن أنا مثلا أعمل مثلا يوم الخميس مثلا أنا هكلم خالته كذا، يوم الأربع أنا هكلم خالي كذا، يوم السبت أنا هكلم عمي كذا. لان صعب ان الواحد يكلم كل الناس في نفس اليوم، يعني اصلا الواحد بيبقى فيه طاقه بالعافيه ويبقى فيه صحه بالعافيه ان هو يعمل الحاجات اليوميه، ممكن يوم يعدي عليك وانت مش قادر اصلا تتكلم. ففكره ان انت تكتب كل الناس المهمه وان انت تبرهم في حياتك علشان ما يجيش لحظه ان انت تندم وتقول يا ريتني كنت كلمته، يا ريتني كنت بريته، يا ريتني كنت، يعني ده انا حتى ما كنتش بقول له عامل ايه. مكالمه التليفون دايما الناس بتشوفها سهله، دي مكالمه تليفون يا عم، بس في الحقيقه ان مكالمة التليفون دي هي مش سهلة خالص. ممكن الواحد يتلهي بالأيام بالأسابيع بل بالشهور إن هو يكلم حد عزيز على قلبه وهو فعلا بيحبه، بس الدنيا تلاهي زي ما انتوا عارفين. فكل واحد يكتب الناس المهمة عنده في حياته، طبعا بداية من الأب والأم. هقول تاني، لأن من غير بركتهم الدنيا مش هتمشي والدنيا مش هتتوفق في حياتك ومش هتحس ببركة في حياتك. ده غير ان انت تتحاسب طبعا ان انت ازاي عندك أب وأم في الدنيا ومش بتسأل عليهم، واللي عنده أب وأم متوفين ربنا يرحمهم يا رب جميعا. الجدة لو عندك لسه عندك جد وجدة اسأل عليهم كل يوم. طبعا في ناس كل يوم لازم تسأل عليهم، الجد والجدة والأب والأم لازم كل يوم تسأل عليهم. يعني لو عدى يوم وما سألتش عليهم والله يا جماعة يعني بعد الشر عليهم وربنا يخليهم لنا دايما، بس ممكن يجي يوم ما تسألش على جدتك مثلا واليوم ده يحصل لها حاجة تدخل المستشفى تقول يا ريتني كنت كلمتها. فلازم كل يوم الصبح تعمل روتين كده 5 دقايق أو 10 دقايق تكلم باباك ومامتك أو جدتك وجدك. فزي ما قلت لكم كده يا جماعة، ان انتوا تبروا اهلكم ده شيء كويس جدا، ان انتوا لو حصل لكم حاجه تتركوا اثر في حياتهم، تلاقوا ناس في مرضكم او في وقت الشده يدعوا لكم، تبروا اهلكم، تسالوا عليهم، تسالوا على الناس الكبيره في العيله، دي حاجه كبيره قوي. فقسم الناس اللي في حياتك المهمين، اخواتك، قرايبك، اهلك، قسمهم في النوته دي، وكل يوم قول ان انا هكلم حد، كل يوم هتكلم حد، ويعدي بقيه الاسبوع وانت مخلص كل الناس المهمه في حياتك وبريتهم وعملت اللي عليك تجاههم. فلما هتحس مثلا لو حد حصل له حاجه دخل المستشفى يبقى انت اصلا متابع، مش تكلم مثلا عمتك بعد 3 4 اسابيع تقول لها عامله ايه تكتشف ان هي تعبانه في المستشفى. يعني الدنيا تلاهي، وحقيقي الدنيا مش مستاهله ومفيش وقت، وهتقول انا هكلم ده هكلم ده، بس في الحقيقه انت مش هتكلم اي حد. في الحقيقه ان الوقت هيخطفك ويسرقك وهتحس ان اتس تو ليت قبل كل ده، قبل ما تحس بالذنب. عشان كده مفيش داعي في يوم تحس ان مفيش بركه في حياتك بسبب ان انت ما بتصلش الرحم. انا طبعا يعني برضو مقصره زي اي حد، فانا فكرت في النوته دي علشان تساعدني في حياتي، وباذن الله باذن الله كلنا نبر اهالينا والناس اللي بنحبها فعلا، ودايما نبقى متجمعين ودايما نبقى على خير ودايما نتواصل معاهم ونسال عليهم ونقول لهم عاملين ايه، عشان في يوم هتحتاج ان انت حد يدعي لك او يقول لك عامل ايه، وعشان برضو في يوم ما تندمش على اي حاجه حتى لو كانت مكالمه تليفون قصرت فيها. شكرا جدا يا جماعه، معاكم ألفة تيتي، واتمنى تكونوا استفدتم جدا في الفيديو ده، واتمنى بجد تطبقوا الموضوع ده في حياتكم. انا والله عامله الفيديو ده علشان انا حاسه قد ايه الموضوع مهم وقد ايه ممكن يفرق في حياتكم وفي حياه الناس اللي بتحبه. شكرا جدا.